تعرف ان الذكاء الاصطناعي ممكن يسوحك بثقه تخليك تشك في نفسك؟ عمرك سالت الاي اي سؤال ورد عليك بثقه اكبر من الدكتور اللي بيصحح لك امتحاناتك، وقلت اكيد يعني هو عارف اكتر مني انا اللي غبي، وفي الاخر اكتشفت ان هو كان بيهبد؟ المشكله ان الاي اي في الحقيقه لا بيفهم ولا حاجه، هو عباره عن موديل احصائي بيتوقع الكلمات اللي جايه، زي كأن واحد بيقطعك في الكلام، ولكن هو عنده مليارات من البيانات اللي معتمد عليها، ولو البيانات دي ناقصه او السؤال فيه غموض فهو مش هيقول لك انا مش عارف، لا هيرد عليك باجابه منطقيه الشكل ولكن هي في الواقع خياليه. ودي ظاهره اسمها الهلوسه او hallucination، وهو مش بيجاوب غلط عادي، لا هو بيخترع اوهام جديده ويقدمها لك متغلفه باحصائيات وثقه عمياء تخليك تشك في نفسك. يعني من الاخر كده، قبل ما تثق في اي اجابه من اي اي ركز واعرف هل دي فهم حقيقي للمشكله، ولا مجرد ترتيب مقنع بالكلمات، ولا مجرد هلوسه تكنولوجيه بس لابسه بدله علم. انا قصي شتاين، ودي كانت الفكره عن هلوسه الاي اي. فولو بقى قبل ما دماغك تضرب مننا.